السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بالخير. اليوم المواطنين مستانسين على القصص اليمس. لأن بعضهم ما يحب القصيد، يبونها قصص، وبعضهم يحب قصص وقصيد. وأنا لو علمت أنهم بيستانسون على القصص ويحبونها، إن كان كل يوم قصتين ولا 3 قصص بعد. يلا الله اليوم بختار لهم بعد قصتين، واختار لهم فيها شيء مفيد، اللي هي الوداعة بالله سبحانه. اليوم انك سافرت ولا طلعت من بيتك تستودع الله في عيالك وفي مالك وفي حلالك. وأول قصة نبدأ بها قصة واقعية وحقيقية. هذه قصة قديمة واقعية جرت الواحد اللي قالها أبو عبد الهادي العنزي. أبو عبد الهادي من شمال المملكة، وجرى له جواري أيام ملجوع من أول، ومغاله هو وحرمته وحلالهم البعير اللي يركبونه. راح لا يم حفر الباطن يبي يدور له شغل، يدور له رزق، وجاء هناك ولا ما شعلوه ما لقى سنع. نشد الناس اللي أهل الحفر وقالوا لهم بغيت العيش والتمر والحنطة والرزق رح لبرايده، رح للقصيد. الوكاد دخل حرمته على البعير وعلق ببرايده. حرمته حامل في آخر أيامها. جاء في برايده وقعد أسبوعين، قاعد في برايده أسبوعين ما لقى سنع، ونشد له شايب في السوق. قال يا ولد أنا هذا قصتي وهذا قصتي وهذا. قال يا ولد ما عطوك علم، ان بغيت التمر والرزق والخير روح للهجر فالحساء. هنية ما عطوك علم، ما في سنع هنية. اي والله التمر هناك والرزق رح. يقولون اشتال حرمتي على، وانا اشتالها وانا اسمي بالرحمن واطلع من القصيد. راح الا الحساء الحين. يقول ويوم انتصبت الطريق واليوم ان الحرمه يوم جاها المخاض، قالت يا فلان وقف، انا ما عاد في مذلعف، وقف هو ينوخ بعيره. الحين بالمواري حول تمير حول هالديار هذه، حول ما الديار هذه اول وشوم. الوكاد ان حرمته جابت لها ولد وماتت. يقول يوم اظلمت علي الدنيا الوراع حي، لكن الام ماتت. يقول لي انا في خلل خالي، ابكر وش اسوي؟ ولي لا اقدر احفر لها قبر، ولا عندي جدوى مره، ولي في جنبي هضبه وفيه مثل الزيف، هو اول غار. يقول اشتال حرمتي وانا ادخلها في الغار هذا، الا تجيبها جبله. الله الله سني حاطه في اللحد. يقول انا اسكر الغار علىها بالحصى عشان الحصانيه ما تجيها ولا يجيها شيء. يقول انا اشتال وراعي وانا امشي اكمل مسيري. يقول يوم مشيت 5 كيلو وانا اقوم افكر، الحين الورع سيف ارضعه وسيف ادبره وانا في جوع، وحتى البعير اللي اركبه لو انه ما رحول يمكن في ضرعها حليب ولا شيء، لكن بعير المطيه بعير. يقول وانا اقرر اني ارجع. قلت انا ورا وانا ارجع للحرمه، وانا ادخل عليها في الغار، وانا اسدحها على ظهرها، وانا اطلع ثديها دايسها. يقول واحد من ديوسه وانا اطلعه، وانا اسدح الورع، بطح الورع فوق صدر امه ولقمها الديس. يقول انا اسكر على بالحصى
الزيف. يقول قلت اللهم يا رب إني ودعتك، إن ودعت عندك يا ربي يا كريم. يقول مشيت، يقول رحت للحسة هناك وتعرفت على الناس هناك واشتغلت وفتح لي الله رزق وعينت خير وحطيت لي خيمة وصاروا الناس يعرفوني هالحين. أصبحت أمول المنطقة اللي هناك وأشتغل وخيمتي معروفة وأموري. يقول عقبة 4 سنين جوني ضيوف من ربعي، راحوا للقصيم وانشدوا عني بالذسر، ويوم دروني في الحسة وهم يتوجهون للحسة. الوكاد يوم جوني وانا اعشيهم واثناء ما كنا جاهزين والرجال بينهم هم 4 بينهم سالفة ما واحد منهم يقول يهرج ربعه، يقول يمشي على 4 ولا له ذيل. قال الثاني ما حصني بدون ذنب. قلت يا الربع سالفتكم ويش انتم وش عندكم؟ قالوا حنا يوم جينا فالمسان الفلاني وحنا جايين فيه دابة ما ندري هو حصري ولا شنو هو بدون ذيل، شافنا وانطلق من الشعيب علق بالضلع وروعنا ما ندري سيف شيء. قلت وين مسانه؟ قالوا المسان الفلاني. يقول يا والله اني اذكر ورعي ان هالمسان اللي هم قالوه اللي حرمتي ولدت فيه، يقول ما علمتهم. قلت زين انا يا الربع. يقول هالحين قررت انا اني ارجع اشوفه. يقول حس في خاطري شيء وبروح اشوف الحرمه في الصحراء. يقول قلت يا الربع انا الخيمه خيمتكم وانا بروح اطلب لي ناس دراهم وبروح اخلص منهم. يقول انا صرت ادين تمر هالحين ودين. قالوا لا والله الله يعافيك ويجزاك خير اكرمتنا ولا قصرت، اما احنا اللي بنمشي ما احنا بقاعدين. قلت الله معاكم. يقول اركب اروح للرجال من ديانتي يقول بايع لي على رجال بعير طيب نشيط. يقول ارجع للرجال يقول اكسبه فالبعير هذا يقول وراي مهمه، يقول اشيل عفشي على وانا اشتري وليلي اصبح علي الصبح اليوم الثاني عفوا. يقول يوم من جيت في الشعيب واليا الليلة الثانية هالحين. يقول انا الشعيب هذا اللي في جنب الهضبة اللي احط حرمته فيها. يقول اشب ناري وانا اسوي لي قرص واتعشى واصلي العشاء وارقد. يوم اصبح الصبح يقول يا والله ان اوحي لي حس حولي في الشعيب. يقول يومني وقفت يقول يا الوراع يحاوبي، يقول يوم شافني يقول هو يجفل. الوراع متوحش ما عاشر عرب ولا يقول يوم شافني يقول هو يفك عمره للضلع. يقول انا ارقبه يقول لين دخل في الغار هذا اليوم ما فيه. يقول والله اني يوم دخلت الغار ولي الوراع يوم انسدح على صدر امه مثل سواتي فيه. يقول الحين ابو 4 سنين. يقول لي اثد يمه مليان حليب وعينها وحتى من عيونها فاتحه. يقول والله انا تعاين في اصبعي. يقول بردت عينها تشوف اصبعي يوم احرك يدي يمين ويسار انها بعينها. يقول وانا اخذ الوراع يقول هي تغمض عينها ولي الوراع ما غير يشيل عمره اضمه على صدري واسمي بالرحمن واقرا على المعوذات. يقول اشتاله معيه. يقول سبحان الله العظيم ضرعها يوم نشف حين اخذت الورع وعينها يوم غمضت. يقول والله ان عينها وحتى من عيونها فاتحه انها تعاين فيه. يقول يوم اني اتحرك يقول يوم اشتلت الورع يقول وديدها ينشف وعينها تغمض. سبحان الله لي ما ضيع ودائعه. يقول ذكرت اني مودعه الله سبحانه. يقول اشتال الورع يقول ووديه عندي هناك في الحساء
يقول شوي شوي صار الورع يقوم له وما عرف يهرج، يقول انطلق لسانه وصار يهرج، له وما عرف يهرج، يقول انطلق لسانه وصار يهرج. يقول ويام كبر الولد، يقول يطلع مظفر منه، يقول هالحين عانى في الحرس الوطني، يقول عسكري في الحرس الوطني، يعلم الرجال اللي ينشد عن السالفه، يقول تبانية خليك تشوفه. الرجال مداوم، قال لا خلاص وصلت الفكرة والعلوم كلها. هذه قصتي الأولى، سبحانه ما تضيع. ودع الله في عيالكم وفي مالكم وفي حلالكم، أنصح نفسي وأنصحكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رويت السالفة مثل ما حصلت، مع العلم أني اختصرتها، الله فيها مقدمات لكن اختصرنا السالفة وهي كذا. متابعينا الكرام، اليوم وعدناكم بقصتين، ولازم نوفي معكم وعدنا. وحقيقة أن القصص واجد، في قصص عن مرعبة شوي عن الجن وعن بعض المواقف الطريفة، فلازم أننا نجيكم بالقصة هذه اللي مشابهة للقصة الأولى، لأنها وديعة واشبه بالقصة الأولى لكن تختلف نوعا ما. هذه قصة مرأة صالحة عايشة مع أمها المعاقة في بيتهم البسيط، وحالتهم المادية لكم عليها شوي، والحين جاء حتن ولادتها واشتالها رجالها على المستشفى. الرحمن الرحيم جابت لها توام 2 عيال وطيبين وصحتهم زينة. قعدت يوم مد يومين، المهم وداها رجالها وبرعانها يم أمها في البيت. اليوم الثاني أو الثالث قال الرجال جاها أبو الورعان، هذا الله رجاله، قال عطيني الورعان 2 بروح أختنهم واجي سبهم. الحرمة عند أمها المعاقة هذه، و15 يوم ما عنها الطار خبر لا هو ولا ورعانها 2. دقت الحرامة على رجالها واللي جواله مقفول، واللي ما عندها ما تقدر غير 0 مكعب، لا تقدر تروح تشتكي تبلغ الشرط، صابرة على وضعها لي ربي. اي هالمستشفى جاء واحد اللي قاله اطفال 2 توامه في جنب مسجد وسلمهم للحضانه في المستشفى، واللي فيها اخصائيه ممرضه او طبيبه عفوا ذكيه، رجعت للملفات ولقت في حاله توام. هذه رجعت للملفات وقعدت تصفح، لقت فيه حرمة جايبت لها توام 2 قبل 15 يوم كذا، واخذت لقت العنوان فيه عنوان الحرمة. دقت على الوكالة الأخصائية، دقت على المرأة هذه، كيف حالك يا فلان، أنت فلانة بنت فلان؟ بس أنا أبغى أسير عليه سنة أجورك في الله. عطتها عنوانه وبالفعل جت الأخصائية لين طقت الباب على الحرمة في بيتها، وليا البيت متواضع، وليا المرأة هذه الصالحة هذه معتنية في أمها المعاقة. سوت لها قهوة وقعدت وياها تسولف. قالت الأخصائية أنت متزوجة؟ قالت نعم. قالت عندك عيال؟ قالت الولعان 2 توامة. قالت كم عمارهم؟ تقول الأخصائية. قالت عمارهم 15 يوم. بالحكي راحوا من عندي والله ما ادري وين دربهم يعطوه. وين راحوا؟ قالت اخذهم ابوهم بيختنهم ولا عاد ادري وين راح. ابوهم مقفلن جواله ولا عندي عنهم ولا كثير ولا قليل، علمي بهم اخذهم من عندي.
قالت ابشري بالخير، عيال تعانيهم عندنا في المستشفى، فيه واحد فاعل خير لقاهم في جنب المسجد، اثنين وجابهم، يقول هذا الله مجهولين. وسبحان الله أنا بسأل سؤال، الحرمة من الفرحة ما صدقت على الله يجيها خبر، قالت ارواح نمشي ودينا للمستشفى، راحت للمستشفى، يوم شافتهم قالت الله الله هذول ما اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وشافت ورعتها، قالت الاخصائيه بالله وش العمل اللي عملتيه وش سويتيه لي؟ قالت والله اني يوم ان ابوهم اخذهم من عندي قلت يا ربي اني استودعك اياهم، وعار ربي استجاب لي ودعهم الله. شوف الرجل الخاين الخبيث، الرجل الخاين الخبيث، اللهم لا شماته، اللهم عاف المسلمين من هالنوع، اعوذ بالله. ابوهم نفسه اذر يبي يتخلص منهم ما يباهم. هذا يوم نقول الوديعه استودعوا ربكم سبحانه تعين اقرب جريب، ابوهم حاول التخلص منهم، لكن يوم انها ودعت ربي فيهم رد الله وديعتها له، ساق الله هالاخصائيه الها بسبب وديعتها بالله سبحانه بعيالها.